بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح العسل وصباح الجمال وصباح الورد. النهاردة هعمل معاكم فراخ مشوية في كيس الحريري. دي أحلى فراخ هتاكلوها في حياتكم بجد. الكيس الحريري ده مش غالي. أول حاجة هما كيسين كبار. لو انت هتعملي طبعا حاجة كبيرة، أنا كنت بجيب الكيسين الكبار فكان فعني الكيس كبير قوي. لما جبت الاتنين الكيس الكبار ب10، 3 الصغير ب10 برضه. فانا الاول يعني اول ما جالي الصغير قلت مش هيكفي الفرخه. لا لا، ده لقيت الكبير ده، لا ده الكبير ده عايز فخده كده، عايز حاجه كبيره ديك رومي. لكن لا، الصغير فعلا كفى معايا الفرخه، والتلاته هيقعدوا كمان معايا. يعني الاتنين كنت بعمل بيهم مثلا مرتين. النهارده بقى نويت اعمل الفرخه كامله يا جماعه، باركولي جبت فرخه واعملها كامله. انا بحب قوي الطريقه دي، جميله قوي. يعني بحط بصلتين مثلا. انا كان هنا عندي البصل الصغير حطيت 3، حطيت طماطمتين، حطيت 3 فصوص ثوم، حطيت قرنين فلفل اخضر. بس طبعا بحط دلوقتي انا الكوبي عشان خاطر انا ابني طبعا بياكل معانا دلوقتي كل الاكل، فصعب قوي ان انا بطلت الحراق. انا كنت بموت في الحراق، كنتش عارف اكل اكل غير حراق. دلوقتي خلاص بطلت خالص. طبعا بحط بقى التوابل بتاعتي، بودرة بصل، بودرة ثوم، كركم، كاري. لو عندك توابل فراخ حطي. إيه انا بحط مرقه، كانش عندي توابل فراخ فحطيت مرقه. انا برضو بحب المرقه. في ناس كتير قوي مش بتحبها، بس انا بحب المرقه والله يا جماعه. بحبها وبحس ان تدي طعم كده في الاكل يعني. انا بجد بجد يعني نفسي اصور معاكم وانا بعمل اكل، بعمل حلويات. انا يعني بحب قوي اعمل حلويات. انا عن نفسي يعني انا بحب المطبخ، بحب المطبخ قوي، بحب اعمل الاكل، بحب اعمل حلويات وكده. بس انا مش عارفه اصور معاكم الكلام دوت، مش عارفه ليه. يعني مش عارفه اصوره. يعني عايزه وانا بصور الاكل هو اللي يجي، لكن انا بحس ان انا جايه مع الاكل. انا مش عايزه اجي مع الاكل، انا عايزه بس الاكل هو اللي يجي معاكم. فانا مش عارفه، الناس دخلت اتفرجت على كذا فيديو لقيت ناس عامله كده، بس هما بيعملوا كده ازاي؟ بيصوروا كده ازاي؟ انا مش عارفه. يعني يا جماعه لو انتوا اتفرجتوا عليا قولوا لي انتوا بتعملوا كده ازاي. يعني انا بقول بيربطوا مثلا التليفون في دماغهم وبيصوروا. طب هيشوفوا ازاي؟ تفتكروا ممكن يكونوا بيربطوا التليفون في دماغهم؟ فكره والله، فكره. خدوا التليفون عشان يبينوا الاكل بس. هنا اهو حطيت الهاند بلندر، ضربتها ضربه 2 3. النصيحه لاي عروسه لو هتجيب الهاند بلندر، ما تجيبش ابو سكينه واحده، تجيب الكبه اللي فيها سكينتين. الكبه اللي سكينه واحده لا مش حلوه خالص، سكينتين احلى. انا عندي الهاند بلندر دوت التاني والله يا جماعه. وعندي الشفشق ده اللي هو بيتحط جواه بقى الهاند بلندر دوت، تعملي فيه اي حاجه. كان جميل قوي الصراحه معايا وكان بينفعني. يعني كنتش بنزل الخلاط. يعني انا من ساعه ما جبت الهاند بلندر انا الخلاط ما بستعملهوش، مع ان انا الخلاط بتاعي كنت انا عايزه خلاط وكامل و36 وظيفه. والله يا جماعه كل الحاجات دي ما بتستعملش والله، والحاجات غاليه على الفاضي يعني. بس احنا كده لازم لما نكون عريس لازم عايزين كل حاجه يعني. ولازم نجيب الكبه والهاند بلندر، مع ان احنا جايبين الخلاط كامل. يعني نجيب ليه الكبه ونجيب الهاند بلندر؟ بس يلا الحمد لله. عندي كنت بصفي مكرونه على الشفشق التاني، كنت عامله بقى الصلصه وكده. فالحله وهي مليانه وسخنه بتقلها كله، وانا حاطه الشفشق بتاع الهاند بلندر في الحوض، نزلت بتقلها كله على الهاند بلندر. كان وقتها ابني كان مش عارفه، يعني ابني كان بيعمل حاجه وانا اتلخفنت جريت عليه، راح حصل كده. مش فاكره يعني ايه اللي حصل يعني. هنا هي الفرخه طبعا انا كنت نقعها في محلول الملح بتاعها، خل وملح وليمون. طبعا بغسلها كويس قوي، لازم تمرشيها. طب احنا لو كانوا اخترعوا لنا فرشه للفراخ كنا جبناها ومرشناها. لازم نمرشها كده ونعنشها. طبعا انا فاتحاها فتحات كده في النص عشان خاطر تخش التتبيله كلها في الصدر طبعا، عشان الصدر بيبقى سميك. بس انا دلوقتي هفتحها قدامكم تاني. هنا بدور على الاسباتشول عشان احط انزل التتبيله. بصوا انا بحبها متقطعه، ما بحبهاش اللي هي في ناس بيعملوها معصوره يعني بيعصروه. لا ما بحبهاش انا كده. ما بحبش الميطه تنزل منها، بحس ان بتدي طعم مش حلو، يعني طعم مش لطيف. لا انا بحبها كده متقطعه. انا مش عايزه الميه تكون موجوده اساسا. انا يعني اكنك مقطعاها بايدك، بس طبعا هو بيقطعها احسن. بس هنا بقى بايدك كده وصلي على النبي وسمي بسم الله الرحمن الرحيم. سيبك من الجوانتيات وشغل الجوانتيات ده، كده بايدك مغسوله كويس واشتغلي بيها. يا جماعه النبي عربي، يا جماعه النبي عربي، النبي عربي كده. وسمي الله كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم واشتغلي كده وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان هو انا بقطعها قدامكم علشان خاطر يعني خش جوه الصدر التتبيل. اول مره اجيب فرخه الوراك بتاعتها سودا، اللحم بتاعها غامق.
فما عجبتنيش خالص. حتى جوزي قال لي لا انا اول مره اكل فراخ، يعني احنا على طول بنعمل ديت، فاول مره يقول لي لا انت حاسس ان المره دي فيها طعم غريب. الوراك بتاعتها كانت غامقه، وانا مش بحب خالص الوراك الغامقه، يعني مش بحبها. الوراك السودا اللحمه بتاعها اسود، انا مش بحب كده اصلا. تحس ان هي فيها طعم زفاره كده. فربنا يسامحه، مع اني قلت له والنبي اديني يعني فرخه حلوه. انا بجيب من الراجل ده بقالي فتره، يعني لسه فاتح هو بقاله بتاع 3 4 شهور كده، بجيب منه عشان لقيته هو كويس. يعني اول كنت بجيب وراك بس، كانت الوراك بتبقى مليانه دهون كده وفيها زي تكتلات دم كده، فقرفت منها. فانا جبت ديت بقى، مش عارفه بقى، مش عارفه يعني. انا لفيت على الناس كلها، طب هعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه تاني طيب؟ هنا هي بقول لكم، هنا هنقعها، هسيبها كده في التتبيله بتاعتها. المفروض يعني احنا هنسيبها الافضل يعني قبلها بيوم، بس احنا طبعا مش هنعمل كده. فاحنا قلنا ايه بقى، هي احنا بنجيبها في نفس اليوم. انا نزلت وطلعت اهو، بصوا يعني واقفه زي ما انا كده بهدومي بعمل الاكل عشان جوزي ما يقلبش عليا يا جماعه. لازم ترضوا بعلكم كده، لازم ترضوه، عشان هو شايف ان التصوير كله واخد وقتي دلوقتي. انا بقول لكم انا بسيبها ساعه 2 3 على حسب. انتوا عايزين تسيبوها اكتر طبعا سيبوها، بس انا عشان كنت مستعجله انا قلت اسيبها كده لحد ما ايه بقى ايه، اقطع اقطع البطاطس مش عارفه ايه كده يعني. انا ممكن اكون سبتها ساعه ساعه ونص ساعتين كده يعني، في الحدود دي. وبحطها في التلاجة. هنا اهو انا قطعت الفيديو لحد ما شلتها شويه، بعد كده رجعت لكم تاني طلعتها كده بقى من التلاجة. واقطع البطاطس، هما بطاطستين انا وكوكو بس هو اللي هناكل بطاطس طبعا. ومعايا بنت اختي عازمه نفسها طبعا، عشان خاطر هي عايزه تاكل فرخه سليمه. هي ما بتحبش الفراخ، بس هي بص لازم تديني لمستها. لازم عارفه، لو ما كانش عاجبها الاكل كانت ناولتني البصلتين دولت، لكن هي عشان عاجبها الموضوع. هي ما بتحبش الفراخ خالص، ما بتحبش خالص الفراخ ام عظم. هي بالنسبه لها ان البانيه ده مش فراخ. مش فاهمه ازاي يعني، هي وجهه نظرها في الموضوع مش فاهمه. بس هي عايزه طبعا، بتشوف طبعا الكرتون والكلام ده، فهي عايزه الفرخه سليمه، مش عايزاها كده متقطعه زي ما احنا بنقطع، عايزاها سليمه. فهي عجبتها الفكره، فقاعده بقى ايه بتساعدني وبتتكلم معايا وعماله بقى تكلمكم بقى. بصوا يا جماعه انا دلوقتي المفروض هعمل كده، ومفروض اعمل كده، ومفروض اعمل كده. بس طبعا احنا ايه كاتمين الصوت. كاتمين الصوت بقى عشان ايه ما تشوفوش ايه الفضايح بتاعتنا. يعني هو انا طبعا حاطه طبعا التتبيله في الفراخ. انا كده كده هحط البطاطس دي جوه الفراخ، يعني جوه الكيس. بس انا ايه قلت اقطع لها بصله تاني. انا بحب البصل قوي يعني مع التتبيله، البصل ما بيخسرش، البصل بيدي طعم. اي نعم البصل غالي الايام دي، بس هنعمل ايه طيب؟ نعمل ايه طيب؟ البصل ب25 جنيه. الله يكون في عوننا ويقوينا ويقويكوا يا رب، ويرزقنا برزق عيالنا يا رب. هنا هو بقطع البصلايه. انا هنا المره دي ما جريتش معاكم الفيديو، يعني انا المره دي ما جريتش معاكم الفيديو. قلنا ايه يعني ايه، ندردش كده مع بعض شوية. والدنيا دلوقتي بقيت اخد عليكم واحدة واحدة يعني واحدة واحدة كده بقيت اخد على الكلام كده ونقول. عايزين نقول قصص كده يعني، بفكر اقول لكم فوازير، اقول لكم قصص، مش عارف، بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بس اهم حاجة يا جماعة اللي يخش يشوف الفيديو وصلي على النبي، وما ينساش يحط لي لايك لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، واشترك في القناة، وشغلي فعلي زرار الجرس يا جماعة. فعلوه عشان كل ما انزل فيديو الجرس بتاعي كده زغرت لكم يا جماعة، عشان ينعنشكوا ينعنشكوا كده. فلو وصلتي لحد هنا شرفتيني ونورتيني في قناتي الصغيرة. ويا رب افيدكم ولو بمعلومة صغيرة، يعني ابسط معلومة ممكن تاخدوها مني وتنفذوها. انا ان شاء الله الفترة الجاية بقى هعمل لكم حلويات. انا بحب قوي اعمل الكيكة والكنافة والحاجات ديت، فان شاء الله ان شاء الله هفيدكم يعني ايه، حتى لو بمعلومة صغيرة يعني، فان شاء الله هفيدكم. عارفين والله انا في اوقات كتير قوي بيبقى نفسي ان انا اكل حاجه حلوه، ما عنديش لبن، ما عنديش بيض. طبعا انا مش هنزل الخامس واطلع، لا. خدت بقى اخد بعضي كده واخش. كاكاو، معلقتين كاكاو، معلقتين كاكاو، على 3 معالق دقيق، على حبه ميه، على طبعا فانيليا بيكنج باودر، حته سمنه، معلقه سمنه. وادخل الميكرويف بقى. وبعد كده اعمل بقى الصوص بقى ايه بقى، كاكاو على معلقه كاكاو على حبه نشا مش عارف إيه. والله العظيم بتطلع جميل. انا عايزه اعرف الدقيق، طب اللبن نقول بيدي طعم، يعني اللبن بيدي طعم الصراحه اكتر من الميه. البيض بيدي ايه بقى؟ يعني ممكن البيض مثلا يفيد الاطفال اكتر، بس برضو الدقيق برضو مش حلو يعني للاطفال. انا عملت لابني قبل كده اللي هي الكيكه الشوفان دي، ما عجبتوش خالص، ما رضاش ياكلها. صراحه انا كمان كلتها وما عجبتنيش، فهو هتعجبه مش نفسي اكله حاجه مفيده يا جماعه والله.
انا ابني يعني اعطيته التطعيم بتاع السنه امبارح، فاللي هي بتوزنه قالت لي انت بتاكليش ابنك، انت بتاكلوش. يعني انا ابني لحد دلوقتي ما حصلش ال 8 كيلو، 7 كيلو من 7 كيلو ومش عارفه ونص و600 جرام حاجه زي كده. فقالت لي، قلت لها فجعتني الصراحه، قلت لها يعني هو كده ايه ضعيف؟ قالت لي ايوه هو ضعيف طبعا عن سنه، هو في الوقت ده المفروض يبقى 10 كيلو 10 كيلو فانا مش عارفه يا جماعه، مش عارفه اعمل له ايه بجد ويا رب يا رب يعني ايه يرزق كل مشتاق كده ويقوي عيالنا يا رب. بس والله هو اللي مش بيرضى ياكل، او انا ممكن عشان كنت بخاف عليه بخاف اكله، مش عارفه مش عارفه. بس ممكن انا يعني انا كنت بخاف اكله، انا شايفاه طفل لحد دلوقتي، فبديله اكل يعني ايه قليل، اكل طفل وكده، ما هو فعلا طفل. لا بيقول لي لا المفروض تاكليه وجبه. انا مش عارفه، انا معتمده على اللبن اكتر. وجربت اديله اللبن اللي هو البقري والجاموسي اللي هم قالوا لي عادي خلاص اديهوله. هو رفضه خالص، يعني ما رضاش يشربه ابدا. هو عامه اي حاجه في البزازه، انا لما عطيته دواء في البزازه بطل يشرب البزازه خالص، كنت بحط له فيها ميه. فين وفين بقى لما نسى الموضوع دوت وبقى يشرب فيها ميه، خلاص فاهم ان دي ميه. وبرده في الميه ما بيشربش معايا وما بياكلش معايا، يعني هو ولا بيشرب معايا ولا بياكل معايا مع ابوه. انا لا، انا شايف ان دي حاجه اساسيه، فبقعد بقى ايه بالعافيه ومش عارفه ايه. لا انا لا، ابويا ياكل معاه بسهوله جدا، لكن انا لا خالص يعني. انا نفسي اكله كده، اديله وجبه كده. ادعوا لي كده وادعوا له كده، يا ربنا يا رب يهديه يا رب عليا يا رب وياكل يا رب. وصلوا على النبي كده، وربنا يا رب يخلوا يا رب يخلي لنا كده اولادنا جميعا، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه يا رب. واهلا بيكم في قناتي، هي قناه صغنونه بس بكره تكبر بيكم طبعا، ان شاء الله يعني بكره تكبر بيكم. هنا هو انا بحط المرقه، احط المرقه على على الفراخ. احط دلوقتي بقى الفراخ دلوقتي، انا هتصدم من الكيس، مش هبقى عارفه اعمل ايه، طب احطه ولا ما احطش، خايفه اتكسف قدامكم الكيس يطلع صغير. بس الحمد لله الحمد لله ما كسفتش. هنا بقى عماله احاول افتحها، صعبه قوي قوي قوي، جامده جامده قوي، صعب. هنا انا ما جريتش الفيديو المره دي، سبت كل حاجه كده بطبيعتها. الفيديو المره دي طول معاكم شويه، يعني ان شاء الله اكون افدكم حتى ولا بمعلومه بسيطه. وان شاء الله ان شاء الله يعني تكونوا بتحبوا تسمعوني، ان شاء الله يعني، ان شاء الله يعني ربنا يحبب فينا كلنا خلقه، والحمد لله يعني. احكي لكم موقف حصل معايا. انا طبعا احنا كنت شغاله قبل كده قبل ما اتجوز يعني وكده، فطبعا صحابي كان قعدنا فتره كبيره قوي احنا مع بعض. فلقيت واحده صاحبتي بتكلمني بتقول لي ايه، انا قلت لفلانه خشي شوفي هجير عامله ايه مش عارفه ايه وكده. راح كده تلاقي ايه ده، هو جوزها عارف؟ اكيد طبعا جوزي عارف. يعني ايه جوزها عارف يا جماعه؟ ما اكيد طبعا جوزي عارف، يعني انا هعمل حاجه من ورا جوزي؟ بعدين هو انا بعمل حاجه غلط؟ الحمد لله يعني احنا ظاهرين باحترامنا. انا مش ظاهره عشان خاطر عايزه اجيب لايكات ونفضح بعض عشان خاطر ناخد مشاهدات ولايكات، لا. احنا الحمد لله احنا بنقدم محتوى ومحتوى محترم. يعني جوزي موافق طبعا، ده جوزي كمان بيدعمني، يعني ده اهم حاجه، ان هو طبعا جوزك يقف جنبك في كل حاجه. وبعدين ليه يعني هو جوزي هيكرهني ان احنا نكون مثلا كويسين؟ على فكره دي حاجه حلوه مش وحشه. وبعدين اي جوز بيفكر بالطريقه دي ده اسمه جهل، يعني ده اسمه جهل والله العظيم يعني. الحمد لله ده لازم جوزك يدعمك في كل حاجه. ليه عايزك تبقي ايه يعني؟ تبقي قاعده كده في البيت ولا يعني منك يعني ايه؟ ملكيش لازمه خدامه مثلا يعني تقعدي تكنسي وتطبخي وتخلفي وخلاص؟ لا طبعا، احنا كلنا لازم نقف جنب بعض انا وهو كلنا. يعني ربنا يا رب يرضينا يا رب كلنا، ويرزقنا يرزقنا برزق عيالنا. يعني الدنيا صعبة والعيشة غالية، والواحد على قد ما يقدر بيعمل. هنا هو طلعت الكيس اهو لقيته صغير، مبقتش عارفة اعمل ايه، بس قلت لا هفتحه. هفتحه يعني هفتحه ونشوف بقى، يا اتكسف قدامكم يا ما اتكسفش. فربنا الحمد لله ربنا ما خجلنيش يعني الحمد لله. هنا اهو بايدك اغسلي ايدك وحطي بلا اتيكيت ومش اتيكيت والكلام ده، والبسي جوانتي. جوانتي مين؟ النبي عربي يا جماعة، صلوا على النبي كده والنبي عربي. بطلوا اللي بيتقال ده، والناس اللي هي احنا ما بنجملش نفسنا. انا طالعه بطبيعتي، احنا يعني كلنا المفروض نطلع بطبيعتنا. ايدينا كده واشتغلي كده وصلي على النبي وسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وهيطلع معاكي ان شاء الله احلى اكل والله. يعني انت بس لو سميتي بسم الله، انا بحط سمنه بسم الله الرحمن الرحيم، بحط مثلا المكرونه بسم الله الرحمن الرحيم، بحط رز بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم دي في كل حاجه.
ده احنا يعني ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني سبحي طول ما انت واقفه، ادعي طول ما انت واقفه، ربنا يا رب يرزقنا طول ما انت واقفه. فالحمد لله يعني، الحمد لله الحمد لله. ربنا يا رب ما يكتب علينا اي حاجه وحشه، ولا احنا ولا انتوا. ادعوا كده يا جماعه بالرحمه، وادعوا لفلسطين. حسبي الله ونعم الوكيل في اسرائيل، وفي اللي عاملاه في الاطفال وفي الستات ده، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الحمد لله ان احنا مستورين لحد دلوقتي في بلدنا، الحمد لله. اهو بنقفل الكيس، عماله احاول اقفل فيه يعني لا، مش هيتقفل معايا، عمال يزحلق الكيس. امسح ايدي دلوقتي وارجع تاني اقفله وبرده مش هيتقفل. اغسل ايدي وارجع بقى ايه معاكم اقفله. هنا برضو خلي بالكوا، ابني وعيال اختي برضو هزولي الكاميرا. المفروض ان الكاميرا كانت جايبه هنا، بس المفروض ما كانتش جايباني. هزوها لي برضو. انا بعد كده مش هصور وحد معايا. يعني ابني بقدر اتحكم فيه، لكن وعيال اختي بس هم كانوا كلهم حواليا، فانا ما خدتش بالي ان هو اتهز، ان هم عمالين يتكلموا معايا. هنا اهو حطيتها اهي. تحفه يا جماعه، والله العظيم بجد جربوا الطريقه دي جميل. هنا مش هقطع الكيس، هخرم خرمه اتنين، فاهمه؟ اتنين تلاته زي ما انت عايزه، بس مش كتير طبعا، انا بخرم اتنين تلاته كده يعني. بس كده. وهتحطيها بقى في الفرن، هي هتتنفخ وبتطلع الفراخ من فوق متحمره. انت اصلا ما بتحتاجيش تحطي شوايه، ما بتحتاجيش تشغلي الشوايه قصدي، هي تطلع متحمره. بقول لكم ان دي ايه، مية مية، زي فراخ الجمعيه. فاكرين يا جماعه فراخ الجمعيه؟ امي كان زمان بتاخدني اول ما كنت مخطوبه، نروح ناخد النقط ونجيب فرخ من الجمعيه. هنا كوكي طالع لي فوق فوق هنا. لما جينا من التطعيم بقى قلعته وهويته عشان كان حران خالص. شغلت الشوايه بقى عليها وهسيبها بقى، وهروح بقى ايه اروق. هنا هسيبها بتاع ساعه ساعتين، بس هي يعني ساعه، يعني هي ما بتاخدش خلي بالكم وقت، بس انا اللي بسيبها فتره طويله ما اعرفش ليه يعني. هنا طبعا يعني ايه، مش اكيد يعني مش بوريكم البوتاجاز. البوتاجاز ده يا جماعه والله فرع عليه اللبن. هنا بقى قلت اروح بقى اروق الصاله. غيرت بقى هدومي وايه، قعدت طبعا شويه كتير يعني، قعدت شويه كتير كتير. قلت بقى اروق الصاله بقى لحد ما ايه الاكل يتعمل وكده بقى، وجوزي يجي عشان ايه اقول له هي انا دلعتك اهو، عملت لك الاكل. عشان هو كان متوقع ان هو هيجي مش هيلاقي الاكل. لا، عملت له الماما انتهونه النهارده. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي، ادعوا لي. ابني جوزي راح يصطاد، راح يصطاد، وانا ما بحبش اليوم دوت. ليه بقى؟ لان اليوم ده بيبقى يوم بهدله، يوم بهدله في هدومه، في جزمته، في البتاع اللي هما بيحطوا فيه ده، مش عارفه اسمه ايه دوت، بيحطوا فيه السمك، ازايز، بص كل حاجه ريحتها سمك، سمك وبحر. وانا مش عارفه بس انا بحب ريحه البحر وكل حاجه، بس انا ما بحبهاش في الشقه. يعني انا ممكن دلوقتي اصور لكم الحمام قبل، واصوره لكم بقى بعد، بقى رمله وريحه بقى مش قادره اوصف لكم، بفضل اكب واعمل واغسل الحاجه كلها عشان خاطر الريحه دي تروح. هو ناسا كمان الشبكه اللي هو بيحط فيها السمك، ناسيها سايبها جوه، ناسيها مش عارفه حط السمك فين بقى، شكله حطه في البتاع كده تلقائي منه فيه. المفروض ان الشبكه دي بيحطها في الميه عشان السمك يفضل معاه صاحي، لان هما بينزلوا على الفجر او الساعه 3 يعني. هنا بظبط اهو الستاره، بظبطها عشان كان في حد زقها لي ورا. انا بظبط الكرسي. انا كان نفسي انقل الكراسي دي، يعني اغير نظام الانتريه، بس ما نفعش. لانه هو يعني ايه عامل لي الانتريه من ورا، يعني اكنه ايه ليه زي حاجه كده راجعه كده لورا، مش ان هو المفروض يلزق في الحيطه ولا يتحط في الحيطه، لا لا لا، مفيش الكلام ده. بصي هنا قوسه ورايا في كل حته، هو قوسه كده كده يعني مش سايبني ورايا في اي حته. فصلوا على النبي لو وصلتوا لحد هنا، اشتركوا في القناه وعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا ايه، تدوسوا على الجرس عشان يجيلكوا ايه زغروطه. صحي كوكي؟ سي كوكي نايم النهارده، مسجلش معايا الفيديو. النهارده مش هيبقى عندكم دوشه في الفيديو عشان كوكا نايم، مع انه هو بينعنش الفيديو والله العظيم وهو صاحي كده، بس كان بيقعد يعيط. انا خدته على ايدي وفضلت ماشي كده اتكلم معاكم. الفيديو ده انا عيدته 3 مرات، 3 مرات لحد دلوقتي كده التسجيل ده. جوزي رن عليا مره قطعه، التانية قطعه، التالتة اهو بسجلها مش عارفين بقى هيرن ولا هيعمل ايه. استنوا صحي كده اعمل التليفون وضع طيران قبل ما ايه، قبل ما يرن عليا. بس هو هينفخني بسبب الحركه دي، ان هو جاي في السكه. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. انا المره دي ما جريتش الفيديو طبعا معاكم زي ما قلت لكم، عشان ايه عايزين نرغي كده شويه كده مع بعض. انا كل ما مدى
كل ما بتشجع وبتكلم معاكم. لكن في اول مره دي كنت محروجه، او تاني مره كنت محروجه. دلوقتي لا، حاسه فعلا ان انا بتكلم مع حد، يعني حاسه ان انا فعلا بتكلم مع ناس، وانتوا هتردوا عليا في التعليقات وكده. فانتوا ردوا عليا، يعني ردوا عليا في التعليقات عشان انا اعرف ارد عليكم. لكن كل ما انا بتشجع. بس هي الكاميرا اللي مش مظبوطه معايا شويه يعني، بس هتتظبط. كل ما انا هظبط نفسي وهظبط ايدي وهعرف. يعني انا كل مدى مش ببقى عارفه، فهعرف. فيا ريت تدعموني وتكبروا القناه بتاعتي. يا ريت اي حد يخش يشوفني يعمل لي لايك ويشترك في القناه. دي بس الحاجه الوحيده اللي انا بتمناها منكم. ليه يا جماعه؟ يعني انتوا بتعملوا للقنوات الكبيره لايك وشير وكل حاجه، انا عشان قناه يعني صغنونه يعني، عشان قناه يعني صغنونه يعني مستقلين بيها يعني. اعتبروني زي اختكم. هنا اهو المكنسه. هنا عايزاه اكنس، بس ابني اول ما طلع المكنسه دي اكني طلعت حاجه كبيره قوي، بيحبها قوي، يحب يقف في الهواء السخن بتاعها. وانا طبعا بخاف طبعا عليه طبعا جدا، فمش عارفه اعمل ايه. إيه ده؟ وشك باين يا اوس. وشك باين يا اوس. احط لك برضو الاب برضو وشه باين برضو يا جماعه. انا مش هبين اوسه غير لما انتوا تقولوا هو يكبر شويه، وغير لما بتاع دوت. انتوا اللي عايز يشوفوا يجي يشوفوا عندي. الله يا جماعه تنوروني وتشرفوني. يعني اي حد عايز يجي ينورني يعني اكيد يعني. لو اوسه، لو انا اعمل عيد ميلادي اعزمكم كلكم. حلو ده. عشان يوم خلاص، يوم خلاص. هو يعمل عيد ميلاده ويعزمكم كلكم عنده. يعزمكم كلكم يوم عيد ميلاده. بس اللي هيجي من غير هديه مش هيخش. كله يجيب هدايا. من غير هديه هنقول له لا شكرا ميرسي ربنا يخليكم. بالهديه كوكو هيحبوكوا قوي. هو بيموت في الهديه. يعني هو بصوا، انا مش عارفه اكنس، خلي بالكم انا كده مش عارفه اكنس. مش عارفه اعمل ايه يعني. شايفه التراب قدامي عايزه اكنس، لا مش عارفه. وبرضه انا مش بحب المكنسه العاديه. بجيلي السجاد دوت. بيلم غير السجاد. لا بحس طول ما انا ماشيه حاسه ان رجلي فيها تراب، مش عارفه ليه. انا يعني مش عارفه، مع اني بكنسها على طول يعني، بس مش عارفه. بحس ان انا ماشيه رجلي فيها تراب. هي شكلها شيك وكل حاجه، بس في واحده باظت مني هوريها لكم دلوقتي في اخر الفيديو. للاسف. كب عليها كرول. انا عندي بتاعه الركنه كنت جايباها من سنتين. جميله يا جماعه. لما بيقع مني اي حاجه مثلا اكل او اي حاجه، طبعا احنا اكلنا كله جوه. وانا عندي ما شاء الله، انا عندي بدل كوكو عندي 2. يعني كوكو وابو كوكو. الاتنين يعني. الاتنين بيوقعوا اكل على الارض. فاللي جوه دي انا ممكن احط فيها اي حاجه كده وادعكها وبالسفنجه وكده تروح على طول. وعمرها في حياتها ما بقعت معايا. لكن ديت يونس وقع مني دواء، ربنا يا رب يشفيهولي يا رب. كان تعبان عنده سخونيه جامده. فكنت بديله دواء السخونيه. فطبعا انتوا عارفين طبعا اي طفل ما بيحبش الدواء، ما بيحبش يشرب الدواء. فعطيتهوله. فوقع مني نقطتين او 3 نقط كده على الارض. جبت السفنجه بتاعت طبعا مش بتاعت المواعين، بتاعت الحمام. انا عامله واحده كده للمفروشات، يعني واحده للارض. واحده للفرش. واحده طبعا بتاعت المطبخ دي نفسي اغيرها، بس ان شاء الله جوزي يجيب لي واحده، بس انا لسه ما كلمتوش. وعامله واحده يعني عامله كذا واحده. على العموم يعني انا عملت ديت وحطيت فيها صابون وحب ونقطه كلور وكده دعكتها. راحت عملت له. انا دعكه في الابيض مش في الالوان. انا دعكه في الابيض يعني مسحتها كده في الابيض. انا عايزه اعرف هي وصلت ليه للبني دوت. وصلت له وعملت لون وحش قوي، بس زعلت قوي عليها والله يا جماعه. انا كان بقالي فتره كبيره قوي بحوش عشان خاطر اجيبهم. فضايقوني، زعلت جامد قوي عليها، بس الحمد لله. يعني انا مش هتيجي على دي الصراحه. انا السنه دي حصل لي حاجات كتير قوي. كاتل باظ، هاند بلندر اتكسر، مكنه براون باظت، فحاجات كتير قوي. المبخره بتاعتي اللي كنت هموت واجيبها باظت. جبت مكان المبخره، بس ان شاء الله تتصلح يعني. جبت مكان المبخره اللي هي بقى المبخره قلت اجيب بقى الفحم وكده بقى. انا كنت اول عندي المبخره اللي هي البخار. انا بحط فيها معطر وبتطلع، بس كانت بتخلي لي ريحه تحفه. كانت بتخلي ريحه البيت جميله يا جماعه والله العظيم. وكنت بصي يعني الدور بتاعي كله كان بيبقى ريحته خوخ مني. كان عندي اختي كل ما تطلع تقول لي الدور بقى ريحته وحشه من ساعه ما المبخره بتاعتك باظت. كانت على طول تقول لي انت مشغله المبخره الريحه كلها طالعه بره. مشغله المبخره الريحه كلها طالعه بره. كنت على طول ببقى مشغلاها ما بطفيهاش. فباظت فعطيتها لواحد وكده، يا رب بس يصلحها لي. ربي يصلحها لي. عطيته بقاله سنه لسه ما جابهاليش. فجبت بقى المبخره الفخار. الفخار ده اللي انا بقى احط فحمه واشغل البخور ومش عارفه ايه. كسرت. اليوم دوت يعني انا النور طبعا قطع. النور طبعا بيقطع عندنا كلنا. فالنور قطع، فانا بطفي التلاجة وانا عندي الفيشه بتاعت التلاجة فوق البار، وانا حاطه المبخره ساعتها فوق
وكنت حاطة اللي هي العلاقة اللي فيها المجات وفيها 3 مجات شوربة وكده، باعملها راحت إيدي اتنطرت، إيدي اتنطرت وقعت غطا الفخار وقعت طبق شوربة، زعلت أوي عليه، زعّلني أنا كنت باحب اللون ده أوي لونه لبني، كنت باحبه أوي، أوي. النهارده بقى أوس يا جماعة أهو صوته مش طالع أهو مش هيضايقكم بقى، عشان هو إيه نيّم وقع يا جماعة وقع، زعّلني أوي، أنا قعدت في الكاميرا لحد ما سكّته، زعّلني أوي، أنا ما باحبوش يقع أبدًا، هي وقعة مش جامدة بس لأ أنا مش باحب كده، وبعدين هو لمّا بيوقع أي وقعة بيصعب عليه نَفْسه، بيحس إن أنتِ يعني إيه أنتِ سايباني كده وعمّالة تعملي مهملة فيّا، هنا أهو أنا نقلتها هناك عشان خاطر إيه، مسكته بقى هاكنس بقى بالمكنسة وهو معايا. أنا ربنا يا رب يخلّي لنا يا رب عيالنا يا رب ويراضينا يا رب كلّنا ويرزق كل مشتاق، بجد يعني قلبنا بيوجعنا أوي يعني على عيالنا، بجد، كل واحد طبعًا قلبه بيوجعه على ابنه، بس أنا الموضوع بتاعي صعب شوية، أنا قلبي بيوجعني أوي على ابني، ده تاني عيّل والعيّل الأولاني الله يرحمه، فربنا يا رب ما يكتب على حد اللي حصل معايا ولا المواقف اللي أنا اتعرّضت لها في حملي الأولاني، ربنا يا رب ما يكتبها على حد أبدًا، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد ليه يد إن ابني يتوفى، حسبي الله ونعم الوكيل مش مسامحاه، بس كده أنا ابني في الجنة، يعني أنا ابني في الجنة الحمد لله، في الجنة ودي شفاعة من عند ربنا، يعني أنا هالاقي حد يشفع لي يوم القيامة، فادعوا لنا يا رب، ادعوا لنا وادعوا لابني يا رب بالرحمة مع إنه هو على الصورة في الجنة، الله يرحمه يا رب ويرحم أموات المسلمين أجمعين، ويرحم يا رب أخويا يا رب. أنا عندي 2، عندي 2 إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله هيبقوا يشفعوا لي يوم القيامة، إن شاء الله يعني. هو الواحد طبعًا دي حاجة مش موثوق فيها يعني، ده الله أعلم يعني، بس إحنا يعني إيه، بنتعلّق في أي حاجة، بنتعلّق. ف يا رب يراضينا ويراضيكم، ويا رب ما يوجع قلبكم على عيالكم ولا إخواتكم، يعني أنا موجوعة مرّتين، موجوعة من أخويا ومن ابني، فربنا يا رب ما يكتبها على حد أبدًا. أكتر وجع بجد وجع الأخ والابن، بس وجع الابن صعب أوي، صعب أوي، 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 أوي فوق ما تتخيّلوا، فالحمد لله، الحمد لله يعني، الحمد لله وطبعًا يعني ونعمة بالله يعني فخلاص بقى مش هاتكلّم أكتر من كده عشان إيه، عشان كده خلاص مش هاقدر. يالّا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفروا الله ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لي اشتراك في القناة. المرة الجاية بقى عايزين نقول قصص كده ونقول حاجات حلوة، بس حاجات يعني إيه، حاجات دينية، أنا عايزة بعد كده أقول لكم حاجات دينية وأنتم تحلوها معايا في الكومنتات، إيه رأيكم؟ يعني أقول لكم مثلًا آآ حاجا حاجات دينية وأنتم تحلوها لي، تصدقوا فعلًا الموضوع ده حلو، أنا هاعمل بعد كده، هاقول لكم في أول الفيديو صلّوا على النبي طبعًا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول لكم جماعة حلّوا لي كذا، 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 دي معلومة ليكم وليّا، يعني أنا ممكن أصلًا أقول لكم أسألكم سؤال يعني أسأله لكم وأنا أصلًا ما أعرفهوش، فدي معلومة ليكم وليّا أنا، مش ليكم أنتم لوحدكم، لأ ده ليّا وأنا، أنا باحب أوي، أوي، أوي القصص اللي تخُص الدين، باحبها جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا، وباحب أسأل، يعني أنا باحب أسأل، يعني أنا لسه عارفة من فترة بسيطة أوي إن أنا لازم أقول آية الكرسي بعد الصلاة، والله العظيم ما تصدقوش، يعني البنت اللي قايلاها لي بنت صغيّرة خالص. يعني اللي قايله لي المعلومة دي صغيّرة، فأنا طبعًا ما خدتش كلامها كده استهزاء، لأ طبعًا، رُحت سألت فيه، يا جماعة دلوقتي أنا لمّا أقول آية الكرسي ورا باقول لِك دي حاجة تدخّلِك يعني حاجة حلوة إن هي تدخّلِك الجنة يعني، وبرضه يعني سُنّة، رُحت سألت، طبعًا ما خدتش منها المعلومة طبعًا وتجاهلتها أنتِ عيّلة ومش عارفة إيه، لا، لا، لأ، ما فيش الكلام دوّة، إحنا كلّنا يعني عادي عيّلة تعلّم الكبيرة ما فيش مشكلة، أنا سألتها قُلت لها قُلت له: "دلوقتي يا شيخ آية الكرسي تتقال ورا كل صلاة فرض دي حاجة حلوة وكذا، وكذا." أنا مش فاكرة طبعًا الموضوع بالضبط، بس هاعرفه لكم وأقوله لكم بقى المرّة الجاية. كذا، قال لي: "فعلًا صح الموضوع دوّة." يعني الموضوع ده صح، إن أنتِ فعلًا لا مش طبعًا هو مستحب وسُنّة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إن أنتِ تقولي آية الكرسي بعد كل فرض عليكِ. فربنا يا رب يبعد عننا كل حاجة وحشة يا رب ويرزقنا وننتظم في صلاتنا وفي فرضنا ونقول كل حاجة عشان إحنا كده يا جماعة خلاص قرّبنا،
العلامات الصغرى خلصت يا جماعه، احنا دلوقتي داخلين على العلامات الكبرى. تعرفوا الموضوع ده؟ تعرفوا لو فلسطين اتحررت احنا كده هنبقى في العلامات الكبرى. فربنا بقى ايه يقوينا ويقويكم. هو انا بتمنى، من انا واحده من الناس بتمنى ان انا ما اعيش وقت اللي هو بتاع المسيح. هو المفروض المسيح الدجال، المسيح الدجال. مش عايزه اعيش الوقت ده يا جماعه، مش عايزه اعيشه. الموضوع ده صعب قوي. انا عندي قصه بتتكلم بقى بتاعت حنان ترك كده، بيحكوا القصه بقى كامله بصوتها بكل حاجه. فبجد انا مش عايزه اعيش اليوم دوت، مش عايزه اعيش اليوم ده واخد ابني معايا. يعني انا مش عايزه اعيش اليوم ده وابني يكون معايا. فربنا يا رب يرحمنا يا رب برحمته يا رب الواسعة يا رب. طبعا اللي مكتوب لنا هو اللي احنا هنشوفه، والحمد لله يعني مفيش حاجة. انا هنا هو روقت الصلاة حقيقة نسيت اقول لكم كل حاجة. انا طبعا مش هغير ابني الكرتون على اساس ان هو يسيبني، لا طبعا مش هيسيبني، مين دي؟ سيبك برضو يا ماما. بس خلي بالكوا اختراع الكراسي ده كان جميل قوي والله، حلو قوي قوي. بس انا ان شاء الله هجيب له سفنج قدام ان شاء الله معاكم كده ونعمله انا وانتوا. وفي جوله بقى كده عايزه اعملها لكم في البلكونه كده في الفرنده بتاعتي المتواضعه الصغنونه. هي مش صغنونه قوي يعني، هي حلوه الحمد لله يعني ما شاء الله. وعايزه اجيب بقى نجيله وكده، وانا حاطه فيها السجاده الخضراء بس انا عايزه اجيب النجيله يعني. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسيش اللايك، متنسيش الاشتراك في القناه. وانا عارفه ان انا ايه وجعت دماغكم، وانتوا بقى وجعوا دماغي واعملوا لي لايكات. انا وجعت دماغكم، انتوا بقى وجعوا دماغي. اهي السجاده يا جماعه بوريها لكم درجتين، فالحمد لله. وبعد كده هوريكم شكل الاكل بعد ما طلع. هتفكروا ان انا بوريكم السجاده، بصوا زعلتني والله يا جماعه. هنا في مقطع اتلغى يعني لما طلعته كده وفتحت. انا طبعا عملت رز لوحدي وملوخيه لوحدي زي ما انا قلت لكم. فصلوا على النبي. بصوا جميله يا جماعه، بصوا دايبه. انا دلوقتي همسك لكم اللحم في ايدي دايبه، دايبه دوب. يعني انا لما باكل اللحمه وهي مسلوقه بتحس ان هي بتبقى عامله زي المستيكه كده مهما تسيبيها. لكن لا بصوا دايبه، ده اكلتها جميله بس هو الورك اللي ما عجبني. فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.